شتمتوني عشان بقول الساعه ب 18 يورو للصنايعي، وده القانون في ايطاليا اصلا، وانتوا مش عارفين، يعني مش عارف انتوا بتجيبوا من عندكم ازاي تدوا الساعه ب 10 وب 11 وب 9، انما هي الساعه الرسمي ب 18. اصحاب الشغل بيقولوا الساعه ب 18 يورو، يلا هنقفل شركاتنا ونيجي نشتغل معاك، خليكم قد كلامكم وتعالوا اشتغلوا معايا ب 18 يورو واقفلوا شركات. انا اسمي تشيرو ومعروف قوي في ايطاليا، وعندي 3 شركات في مجال الباركيه، بقالي 34 سنه شغال في مجال الباركيه. كل بتوع الباركيه اللي في ايطاليا اغلبهم اتعلموا على ايديا واشتغلوا في الباركيه، وكلهم كانوا بياخدوا 18. لما يبقى صنايعي بياخد 18 يورو في الساعه، وسالهم كلهم كل بتوع الباركيه اللي في ايطاليا كلها. عمري ما استغلت الناس، وبشغل الناس بالقانون الايطالي ورسمي في القانون الايطالي ب 18 يورو الساعه، والناس كلها تشهد بكده. الجماعه بتوع الشغل اللي بياخدوا الشغل رخيص طبعا بيأثر في الاخر على العامل وعلى الناس اللي بياخدوا الشغل رخيص، بيدوا العمال رخيص، وطبعا بيأثر عليهم وعلى فلوسهم وعلى شغلهم. انا ما باخد الشغل انا ب 25، غيري بياخدها ب 18 وب 17 وب 16، فده مش هيسد قبلهم، في الاخر بيأثر على العامل وبيأثر على فلوسك وبيأثر على حاجتك كلها. الجماعه اللي بيقولوا ان انا بطلع البوسطه بقى، تعالى شرفني في المخزن بتاعي. عندي مخزن كبير في ميلانو، ما حدش عنده في الشنترو مخزن كبير زيي، وعنده شغل كتير في الباركيزي في مجال باركيزي، فتيجي تتشرفني في المخزن بتاعي والاستوديو بتاعي وتشوف البوسطه بقى بتاعتي نظامها ايه، واطلع لك البوسطه بقى وتشرفني. والجماعه اللي بتحكم عليا ديت اصحاب العمل، هم اصلا بياخدوا الشغل رخيص، عشان كده بيتحكموا علينا وعايزين يضحكوا على العمال والصناعيه. تقول لا، في اخدانكم الشغل خدوه بسعر نظيف عشان تقدروا تحاسبوا ناس نظيف وما تاثروش على الصناعيه والعمال. انا بشوف ناس بتاخد الشغل بسعر ميت على اساس يبقى اصلا اسمه صاحب شغل وبيشيل شغل، وباخده بسعر ميت حتى ما بيجيبش مصاريفه وبيطلع خسران من الشغلانه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول واما بنعمه ربك فحدث. فاحنا كلنا زي ما شقينا وتعبنا وبقينا كويسين وخدنا فرصتنا في كل حاجه، ادوا الشباب الجداد فرصتهم ويعني يعملوا حياتهم، وعلموهم الصح، علموهم يشتغلوا الصح وياخدوا الشغل باسعار صح ويمشوا في الدنيا باسعار صح. والناس كلها على فكره المصريين كلهم هم اللي هيبقوا اساس المعمار لو التاني اللي في اخدان شغلنا. انا لما اتكلمت على نظام قانون ايطالي، كل تاخد شغلك من الايطالي، المحاسب بتاعك يبقى ايطالي، كل حاجه عندك بالايطالي، لان الايطالي بيعمل لك الحاجه الصح ما بيغلطش في حاجه. انما تمشي مع محاسب مصري تحت السلم ده بيبوظ لك الدنيا، وبتمشي على مزاجك وبتدي اسعار على مزاجك. كل واحد بيطلع يتكلم بالقانون الايطالي، لان انا بتكلم بالقانون الايطالي. اي واحد يتكلم بالقانون الايطالي، ما يتكلمش بالقانون اللي يدبره لنفسه ويعمله على مزاجه هو. طبعا اسالوا كل الصناعيه اللي في ميلانو كلهم بتوع الباركيه عارفين مين هو تشيرو وبيدي الساعه بكام وشغال ازاي. والله يا جماعه انا عندي صناعيه كتير عشان بحاسب الناس بما يرضي الله والبوسطه بقى الصح، وعندي صناعيتي كفايه وشغل كفايه وعمالي كفايه. بس لو واحد صنايعي نضيف ويجي يبرهن انه صنايعي نضيف، وهشغله واديله شغل حتى بالمتر اللي هو عايز. والله يا جماعه بعتذر لاي واحد ضرب عليا عشان شغله وقلت له ما عنديش، لان انا عندك كفايتي من الصناعيه والعمال. فانا اسف جدا اللي ما قدرتش اوفر لكم فرصه عمل، بس ان شاء الله لو واحد صنايعي توب ممكن كمان اديله واشغله، لان انا باخد الساعه باذن الله ب 25 يورو وبديها ب 18 يورو، واللي عايز يشتغل يتفضل، بس يكون صنايعي توب بس. انما انا عندي كفايتي من الصناعيه والعمال. ومتشكرين جدا. السلام عليكم.